موعد مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي. يختتم النادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهة قوية أمام فريق الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، وسط حالة من التركيز والانتباه الشديد وشعور الجماهير الكبير بأهمية المباراة. موعد المباراة: الأهلي والجيش الملكي. يستضيف لقاء الأهلي والجيش الملكي يوم الجمعة غدا في 9 مساء بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا. ويخوض الأهلي المباراة بعد الفوز الكبير والعريض على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى، فيما يسعى الجيش الملكي لتعويض خسارته أمام يانج أفريكانز بهدف نظيف. واتفق الجهاز الفني للنادي الأهلي على ارتداء الفريق للزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى طاقما باللون الأخضر. وفي المقابل سيرتدي الجيش الملكي القميص الأسود المخطط بالأحمر والأخضر مع الشورت والجوارب الأسود. قائمة الأهلي للمباراة: أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي قائمة اللاعبين المشاركين، والتي تضم مصطفى شوبير ومحمد سيحة وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ومحمد شريف ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف داري وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وحمزة عبد الكريم. وطبعا تأكد غياب محمد الشناوي للإصابة. طبعا الأهلي يسعى للفوز للمباراة الثانية من أجل الحفاظ على اللقب، ودائما الأهلي يسعى دايما لإسعاد جماهيره في كل مكان وعدم التفريط في نقطة واحدة، حيث طبعا المدرب الجديد يتمتع بالشخصية القوية في الملعب، وطبعا لديه التركيز. وشدد المدرب تروب على تركيز اللاعبين وقال: ليس لدينا سوى الفوز، أو لا بديل سوى الفوز على الجيش الملكي المغربي. وإن شاء الله الأهلي يقدر يحقق الهدف ويصنع الفوز إن شاء الله. طبعا كان امبارح فريق بيراميدز بيلاعب المقاولين العرب. هنشوف ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب. حقق فريق بيراميدز انتصارا مهما على المقاولون العرب في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات بطولة الدوري المصري. وأقيمت المباراة بين بيراميدز والمقاولون العرب على أرضية استاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة ال14 من الدوري المصري. ويستمر فريق سيراميكا كليوباترا في صدارة جدول ترتيب الدوري للمسابقة بعد فوزه الصعب على بتروجيت بهدفين مقابل هدف وحيد. ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 12 لقاء، يليه الزمالك رابعا برصيد 22 نقطة في نفس عدد المباريات، فيما صعد بيراميدز للمركز الثاني بعد فوزه الأخير ليصل ل 23 نقطة في 10 مباريات. جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب: سيراميكا كليوباترا 29 نقطة، بيراميدز 23 نقطة، الأهلي 23 نقطة، الزمالك 22 نقطة، المصري البورسعيدي 20 نقطة، وادي دجلة 20 نقطة، نادي زد 20 نقطة، إنبي 19 نقطة، بتروجيت 18 نقطة، الجونة 18 نقطة، البنك الأهلي 17 نقطة، مودرن سبورت 17 نقطة، غزل المحلة 16 نقطة، سموحة 13 نقطة، حرس الحدود 13 نقطة، فاركو الأدوية 12 نقطة، والمقاولون العرب 10 نقاط، والإسماعيلي 10 نقاط، وطلائع الجيش 10 نقاط،
والاتحاد السكندري 8 نقاط، وأخيرا كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط. طبعا دي كانت كل أخبارنا النهاردة عن النادي الأهلي والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي. طبعا يطلع عشاق كرة القدم المصرية والمغربية لمتابعة مباراة النادي الأهلي ونظير الجيش الملكي المغربي، والتي تقام يوم الجمعة غدا ضمن منافسات الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الأهلي ليحصد ثاني 3 نقاط والتقدم أكثر نحو البطولة والاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي، حيث أنه فاز باللقب أعوام 23 و 24 ويتطلع لتحقيق المزيد من البطولات. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي: من المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والجيش الملكي عبر تردد شبكة قنوات بين سبورت المشفرة، نظرا لأنها هي صاحبة الحقوق الفضائية والبث المباشر للمباراة. كما سيتم نقل المباراة مجانا عبر التردد الرقمي الأرضي لقناة الرياضة المغربية من داخل المغرب فقط، ويمكن متابعتها عبر صفحتها على الإنترنت عبر موقع عبر موقع القناة. تردد قناة بين سبورت على نايل سات التردد 11013 الاستقطاب أفقي اتش، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي.